طيب الموتوسيكل ده بقى نازل في السوق المصري بقى له كتير، وهو الزونتس الG1. طبعًا الزونتس الG1 اللي يعرفه كان بينزل بنسخة 155 سي سي. النهارده بقى نزل تحديث للموتوسيكل ده، نزل 200 سي سي بدل 155. مع العلم النسخة ال155 لسه بتنزل عادي، يعني الناس بقى اللي عايزة موتوسيكل هادي أوي، أداؤه كويس على فكرة. يعني أداء ال17.5 حصان بتوع ال155 بيعادل موتوسيكلات 250 سي سي، ولكن بقى النهارده نزل موتوسيكل أقوى بأداء أحسن طبعًا للناس بقى اللي عايزة موتوسيكل أقوى من كده، لأن أغلب الناس كانت بتقول على الموتوسيكل ده إن هو سرعته قليلة وأداؤه قليل على الموتوسيكل ده. فالنهارده بقى ما لكوش حجة، موتوسيكل 200 سي سي أهو نزل في السوق المصري، وبصراحة الموتوسيكل ده احتمال أرشحه الفترة الجاية كتير. فطبعًا بقى لو أنت ناوي تشتري أي موتوسيكل الفترة الجاية، اتفرج يا باشا بقى على الفيديو ده للآخر، وحط الموتوسيكل ده من احتمالاتك. يعني قبل ما أبدأ الفيديو أهو وأقول لك مواصفات بقى وسعره وكل حاجة، حط الموتوسيكل ده من أولوياتك لو أنت بتفكر تشتري موتوسيكل يكون خاماته نضيفة والأمان فيه كويس. طبعًا الموتوسيكل بقى نازل بفرامل كويسة ABS، ونازل بقى بشوية اوبشنز حلوين طبعًا هتعرفهم في الفيديو ده. وطبعًا مش عايز أطوّل عليكم، ولكن طبعًا يا باشا لو أنت بقى مهتم بالمحتوى ده اعمل لي اشتراك كده وروّق على الكلام، يعني عيب والله عيب إن أنا أقول لك كده. ويالّا بقى بينا نبدأ الفيديو. وطبعًا اللي يعرفني هيعرف إن أنا أول حاجة بابدأ بيها في أي موتوسيكل عامةً هي الموتور، لأن طبعًا الموتور أهم حاجة في الموتوسيكل. بالنسبة بقى للموتور بتاع الموتوسيكل ده، بينزل موتور 1 سلندر 200 سي سي 4 صباب انجكشن. وطبعا معروف ان شركه زونتس ما بتنزلش اي حاجه، ولحد هنا بصراحه الاوبشنز بتاعت الموتور كويسه. من قبل ما اقول اي حاجه، طبعا لسه في اوبشنز للموتور، ولكن بصراحه انت هتاخد بقى كده اول حاجه يا باشا توفير البنزين واداء سلس وناعم. فطبعا الحته دي احنا بنفتقدها في موتوسيكلات كتير، ولكن بصراحه الموتور بيطلع اداء كويس، وكمان بيجي ب21.5 حصان. طبعا 21.5 حصان رقم كويس جدا على اي موتوسيكل، ان هو طبعا يعني اداء الموتوسيكل 200 سي سي، وفي نفس الوقت بيوفر معاك بنزين وبيديك اداء كويس جدا. لو انت يعني عايز تدوس بقى بالموتوسيكل وكده، فانت هتلاقي استجابة يعني من الموتوسيكل باذن الله. وكمان بقى الموتور ده بيجي بتبريد ميه، وطبعا افضل تبريد تلاقيه على اي موتوسيكل هو تبريد الميه، ودايما برشحه لاي حد. وكمان بقى الموتوسيكل ده طبعا جاي بجير بوكس 6 نقلات، فده هينفع بقى الناس اللي مثلا بتمشي مسافات، بتمشي كلام من ده. الموتور تبريد ميه انجكشن بيوفر بنزين، وفي نفس الوقت معاك 6 سرعات. فالموتوسيكل ده متوقع ان هو هيجيب من 155 ل 160 كيلو متر سرعة، طبعا على 200 سي سي. فانت بتتكلم في رقم كويس جدا. فبصراحة تقييمي بقى للموتور ده، الموتور ده بصراحة بيديك اداء كويس جدا. موتور ناعم وسلس وانجكشن، طبعا تبريد مية، حاجات كتير بقى زي ما انا قلت لك. فبصراحة الموتور ده يستحق الشراء جدا. من قبل بقى ما نخش بقى على التفاصيل بتاعة الموتوسيكل الخارجية، فبصراحة الموتوسيكل ده يستحق الشراء. ولكن طبعا كانت اغلب العيوب بقى بتاعت الموتوسيكل ال 155، وطبعا الموتوسيكل ال 200 لسه نازل، فاحنا لسه ما نعرفش برضو العيوب قوي هتبقى عاملة ازاي. ولكن اغلب المشاكل اللي كانت بتبقى في الموتور بتاع ال 155 وكانت تبقى نادرة شوية، هي ترمبة المية او حشوة ترمبة المية كان بيبقى فيها مشكلة. وطبعا كانت الناس بتتواصل مع التوكيل وكان بيوفرها لهم عادي، ولكن للأسف القطع الغيار برضو بتاعت الموتور ده ما بتبقاش متوفرة قوي، فانت بتضطر تستنى فترة عما يجيلك قطع الغيار. ولكن بصراحة انا شايف ان انت تستنى وتاخد موتوسيكل خامات واداء احسن، احسن بقى من موتوسيكلات كتير طبعا موجودة في السوق المصري، وبعد كده قطع الغيار بتتسحب وما بتديلكش اي حاجة، وانت من الاخر بتلبس الموتوسيكل. نيجي بقى لتاني حاجة طبعا، وهي شكل الموتوسيكل. طبعا شكل الموتوسيكل جاي من الحتة بقى اللي هي بتاعت الكافي ريسر، الحتة الجميلة المميزة بصراحة. وبتحيز للحتة دي بقى عشان طبعا الناس بقى اللي هتيجي تقول لك بتطبل وكده، الموتوسيكل اللي معايا كافي ريسر او معدله كافي ريسر. وباذن الله برضو في موتوسيكل بيتعدل تاني، برضو نفس الشكل هيبقى سكرامبلر او كافي ريسر برضو. يعني لسه مش متأكد قوي من الشكل اللي انا هعمله بصراحة، ولكن بإذن الله برضو هتشوفوا حاجات كويسة مني بإذن الله الفترة الجاية، وتعديلات نظيفة. وطبعا الناس بقى اللي بتحب تعدل، اقدر اعمل لكم فيديو لو انتوا حابين كده. ممكن اعمل لكم مثلا فيديو اتكلم فيه بقى عن تعديلات الموتوسيكل ده من اول ما جبته لحد النهارده. فطبعا بقى لو انتوا حابين اكتبوا لي في الكومنتات عشان بقى ما اطولش عليكم. ونيجي بقى لتفاصيل بقى الموتوسيكل ده الخارجيه. طبعا الموتوسيكل ده بينزل بجنوط اماميه وخلفيه مقاس 17، واحسن حاجه بصراحه ان الجنوط دي بيبقى الكاوتش بتاعها موجود. فدي بصراحه نقطه كويسه، لان طبعا اغلب الموتوسيكلات الصينيه اللي بتنزل في مصر وكمان اغلب الموتوسيكلات الياباني بتبقى جنوط 17، فانت هتلاقي الكاوتش بتاعه
بنسبة يعني كبيرة هتلاقي في السوق المصري عادي، والكاوتش برضه هيبقى في منه الرخيص وفي منه الغالي. فلو انت مثلا ايه ما فيش معاك فلوس تقدر تغير الكاوتش بعد كده وتجيب كاوتش ممكن يعني رخيص شوية عما يمشي معاك الدنيا. ولكن بصراحة ما انصحش بكده خالص، انت تصبر شوية وتجيب كاوتش نضيف وتوقف الموتوسيكل لحد اما تجيب الكاوتش النضيف وتركبه. لكن هتجيب بقى كاوتش مش افضل حاجه فهيزحلقك وهتبقى حواراته كتير. ونيجي بقى للكاوتش طبعا بتاع الموتوسيكل ده، بينزل بكاوتش المقاس الامامي عرض 110 والمقاس الخلفي بينزل عرض 130. بصراحه الفرده الخلفيه يعني كنت احب ان هي تبقى اكبر من كده شويه، على الاقل تبقى 150. ولكن برضو هي على وزن الموتوسيكل واداء الموتوسيكل فهي كويسه جدا ومقبوله، ولكن هي بس حته شكل الموتوسيكل لما الفرده اللي ورا بتبقى اعرض بيبقى شكل الموتوسيكل احسن، وطبعا ثباته احسن في الملفات وفي المشي حتى. وكمان بقى الموتوسيكل ده بينزل بمساعدين اماميه مقلوبه، وبصراحه المساعدين دي من افضل المساعدين اللي هتشوفها على اي موتوسيكل. مساعدين نظيفه وخاماتها كويسه، طبعا انا بتكلم على المساعدين اللي في الموتوسيكل نفسه. فبالنسبه لي دي نقطه كويسه جدا في الموتوسيكل، لانه طبعا تحس ان المساعدين كده خاماتها مقاربه للموتوسيكلات الياباني. ودي بالنسبه لي بصراحه نقطه نظيفه جدا ونقطه كويسه في الموتوسيكل. ونيجي بقى للمساعد الخلفي بتاع الموتوسيكل ده، بينزل مساعد واحد مش اتنين. وبصراحه برضو قطر المساعد كويس جدا ومساعد غاز. فبالنسبه لي الحته بتاعت السسبنشن بتاعت الموتوسيكل ده نضيفة جدا، يعني أداء المساعدين وحتى خاماتهم هتبقى معاك كويسة جدا ومش هتشوف معاهم مشاكل بعد كده. نيجي بقى لأهم حاجة في أي موتوسيكل عامة، وهي الفرامل. طبعا الفرامل بتاعة الموتوسيكل ده بتنزل سنجل ديسك أمامي وسنجل ديسك خلفي، بس مزودة بنظام اي بي اس، طبعا نظام المانع الانزلاق اللي هو بيبقى بيخلي الفردة ما تزحفش منك وانت بتفرمل. وده طبعا نظام آمن جدا وبينزل في أغلى الموتوسيكلات في العالم. بصراحة نقطة كويسة جدا في الموتوسيكل ده ان هو ينزل بفرامل زي دي. وانا شايف ان الموتوسيكل ده ينفع بقى للناس المبتدئة، الناس اللي عايزة تشتري موتوسيكل فعلا خاماته نظيفة ما يتعبهاش بعد كده. وفي نفس الوقت برضو حتة الامان فيه عالية جدا وحتة الامان فيه كويسة جدا. فطبعا ارشح الموتوسيكل ده لاي حد مبتدئ، ولكن يكون على الاقل متعلم قبل كده وبيعرف يوزن الموتوسيكل. لان طبعا الموتوسيكل ده قطع غياره بتكون غالية شوية، وطبعا ده من اغلب العيوب في الموتوسيكل، وطبعا هتكلم عليها في اخر الفيديو. ولكن نقدر نقول يعني ان الموتوسيكل لو انت بقى متعلم مثلا بقالك 6 شهور وبتقدر توازن نفسك بالموتوسيكل، فالموتوسيكل هيبقى معاك كويس جدا ومن احلى الموتوسيكلات اللي تبدأ بيها بصراحة. نيجي بقى لحتة كده لفتت نظري في الموتوسيكل ده، وبصراحة هي الاكزوست بتاع الموتوسيكل ده. طبعا يعني انا اغلب الفيديوهات مثلا انا مش بتكلم على الاكزوست، لان كده كده الاكزوست بيبقى عادي، بيبقى اصلا عايز يتغير. انا كاحمد مثلا لما اجيب موتوسيكل طبعا لازم اغير الاكزوست بتاعه. ولكن الموتوسيكل ده بصراحة من اكتر الموتوسيكلات اللي شفت الاكزوست بتاعها نظيف جدا. وتحس بقى ان الموتوسيكل فعلا مصروف عليه في الاكزوست ومصروف عليه في كل حاجة طبعا. بصراحة حتة الاكزوست في الموتوسيكل ده كويسة. يعني الفكرة بقى ان انت مش هتحتاج اصلا تغيره بعد كده. خامة الاكزوست نظيفة وصوته حلو جدا، مش وحش على الطبيعة طبعا. فبصراحة نقطة كويسة ان هي تنزل من زونتس. وكمان بقى الموتوسيكل ده بينزل باضاءات فول ال اي دي، وطبعا كعادة زونتس يعني ما بتنزلش اي حاجة بصراحة. طبعا الاضاءة بتاعت الموتوسيكل كلها ال اي دي، اضاءة امامية قوية، وشفتها الحقيقة بصراحة كانت منورة قدامي كويس. فبصراحة لو انت بقى اشتريت الموتوسيكل ده مش هتحتاج اصلا تعدل الاضاءة زي اغلب الموتوسيكلات اللي انت بتشتريها. وبتحتاج طبعا ان انت بتروح بقى تشتري لمبة بقى احسن وبتركبها وكلام من ده. انت اصلا مش هتحتاج اي حاجة من دي وهتركب الموتوسيكل على طول. وكمان بقى طبعا نازل بعدلات ديجيتال، ودي برضو نقطة كويسة، لان هي اغلب الموتوسيكلات اللي نازلة طبعا 200 سي سي ما بتبقاش نازلة عدادات زي دي. وبصراحة العداد بقى بيكرر لك كل حاجة في الموتوسيكل، يعني كل حاجة في الموتوسيكل انت هتشوفها قدامك. فبصراحة لحد دلوقتي طبعا الموتوسيكل اللي هقول عليه يستحق الشراء. بصراحة الموتوسيكل أبهرني، موتوسيكل نظيف، خاماته نظيفة، سعره كويس طبعا على المميزات الكتير دي. ولكن ممكن السعر يكون صادم شوية للناس طبعا اللي مفكرة ان الموتوسيكل ده سعره رخيص. بس بصراحة انا كأحمد اشتري موتوسيكل غالي شوية 200 سي سي بيوفر معايا وموتوسيكل نضيف احسن بكتير من ان انا اروح اشتري موتوسيكل ب70 75 الف جنيه وما بيديليش اي حاجة من الموتوسيكل اللي هو زي الزونتس يعني. فبصراحة بقى اي حد بيفكر يشتري الموتوسيكل ال 200 سي سي، طبعا هو سعره حاليا عامل 97 الف جنيه. طبعا السعر هيكون صادم شوية. وبالنسبة بقى للمشاكل بتاعة الموتوسيكل طبعا لا اقول عليها في اخر الفيديو.
ممكن يكون هيقلقك شوية من الموتوسيكل، ولكن بصراحة لو انت معاك الرينج بتاع الموتوسيكل ده اشتريه. وكمان سعر بقى الزونتس الجي 1 ال 155 طبعا، عشان ما بقاش نسيت اقول على سعره طبعا. سعر الموتوسيكل ده عامل 93,000 جنيه، وبصراحة هو الفرق بينهم مش كبير، يعني هو غالبا في رينج ال 93 او ال 92 لان مش متذكر قوي، ولكن مش هيزيد عن كده. ولكن بقى في شوية عيوب طبعا هقول لك عليهم، وبصراحة مش متأكد هتتحل ولا لأ. احنا النهاردة طبعا في 2026 عشان الناس اللي هتشوف الفيديو بعد كده. لكن العيوب دي بقى مش في الموتوسيكل للأسف، العيوب دي في التوكيل نفسه. وطبعا التوكيل مش بيقدم قطع الغيار بشكل كويس. طبعا اغلب الناس كانت بتشتكي من قطع الغيار بتاعة الموتوسيكل ده. قطع الغيار ما كانتش بتبقى متوفرة قوي، وكمان سعر قطع الغيار مبالغ فيها. فأتمنى طبعا الشركة تعدل الموضوع ده. فلحد دلوقتي هقول لك لو انت قريب من توكيل زونتس، طبعا قبل ما تشتري الموتوسيكل لازم تتأكد ان التوكيل جنبك، او على الأقل مش بعيد عنك، او عندك تواصل مع التوكيل كويس قبل ما تشتري اي موتوسيكل عامة، يعني قبل ما تشتري الزونتس او غير الزونتس. لو انت بقى لقيت التوكيل طبعا جنبك وتقدر تتعامل معاه وناس محترمة وكويسة، طبعا اقول لك يا باشا اشتري الموتوسيكل ده وانت مغمض. ما شاء الله الموتوسيكل ده بيقدم اداء كويس جدا، ومناسب لاي حد عامه، سواء انت مبتدئ، سواء انت عايز تجيب موتوسيكل بقى وتسافر ويوفر معاك بنزين. معاك بقى مميزات كتير في الموتوسيكل. وطبعا حته الامان كمان يعني بتبقى قليله جدا في الموتوسيكلات الصينيه، ولكن بصراحة أنا شايف إن الأمان في الموتوسيكل ده عالي جدا. ولكن بقى طبعا على نهاية الفيديو حابب أقول لكم على حاجة. طبعا انا مش سبونسر لشركة زونتس. الموتوسيكل بصراحة اللي بيعجبني بطلع اقول عليه بيعجبني، موتوسيكل نظيف. وطبعا ده من خبرتي في الموتوسيكلات، طبعا بقالي فترة كبيرة جدا في الموتوسيكلات او في مجال الموتوسيكلات. فطبعا اي حد بقى يفكرني ان انا بطبل لموتوسيكل، انا مش مصلحتي ان اطبل لاي موتوسيكل عامة. واغلب الموتوسيكلات على فكرة اللي بتكون وحشة بطلع اقول عليها وحشة، حتى في ناس كتير بتقول على الموتوسيكلات حلوة، انا بطلع اقول الموتوسيكل ده وحش وبلاش تشتروه. وطبعا اللي هيخش على صفحتي او هيخش على القناة هيلاقي ان اغلب الموتوسيكلات بتكلم عليها مميزات وعيوب، والموتوسيكل الوحش بقول عليه وحش. طبعا بقى لو انت مهتم بالمحتوى ده ما تنساش تعمل لي اشتراك وتفعل زر الجرس بقى يا باشا، وتروق كده الكلام. طبعا احنا بنتعب وبنعمل لك فيديو بقى لازم تروق علينا. طبعا بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. وطبعا قول لي بقى على الموتوسيكل اللي انت عايزنا نتكلم عليه الفترة الجاية. طبعا الفترة الجاية بإذن الله هقدر اقدم لكم فيديوهات اكتر من كده. وبس كده، سلام.